افتح يا احمد القناه بسرعه، المغرب بتأذن. المقلب خلاص هيبتدي، خلينا نشوف جايب مين النهارده. والله المقلب ده سخيف، وهم اساسا متفقين معاه وهو عارف انه مقلب. انت كل سنه تقولي كده وبرضه تتفرجي عليه. ليه كل سنة بنتفرج على نفس البرنامج ونقول إنه بايخ وبرضه ما بنفوتهوش؟ علم النفس بيسمي ده الهيت واتشنج، مشاهدة بدافع الاستفزاز اللي بيديك نفس إحساس الحماس بالظبط فبتكمل فرجة. وفي بعد أعمق إننا أحيانا بنستمتع نشوف نجم كبير في موقف ضعيف فنحس لحظة كده إننا في وضع أفضل. إحساس بسيط بالتفوق يخلينا متعلقين أكتر بالمشهد. فالنجاح هنا ما كانش حب في البرنامج قد ما في إنه خلق حالة من الجدل، وده في علم الماركتينج اسمه الانجيجمنت. ومن منظور تسويقي السوق بيكافئ اللي الناس بتتكلم عنه كتير أكتر من حاجة قليل بس اللي بيحبوها. وده يفيدك كصاحب بيزنس ان احيانا بتكون مشكلتك مش في جودة شغلك لكن في انك محبوس جوه السيف زون. تسويق مثالي تقليدي محدش شايفه. وخد بالك ان الاسوأ من الجدل هو اللامبالاة، تبقى لطيف لدرجة ان محدش منتبه لك، محبوب لكن مجهول. وطبعا الحل مش استفزاز اعمى يخسرك الثقة، لكن اللعبة الصح انك تخلق انتباه من غير ما تضحي بالثقة، تبقى متشاف وموثوق في نفس الوقت، مثير للنقاش لكن باحترام. دي المعادلة اللي بتبني براند يعيش، مش ترند يطلع وينزل على مفيش. تابعني علشان هتلاقي هنا دايما افكار تفيدك من واقع السوق. بهاء كرم.